رغم دقة العين البشرية وحساسيتها، إلا أنها محدودة القدرة، مجرد نافذة ضيقة على عالمنا. في الغشاء الهش لفقاعة الصابون يكمن عالم غير مرئي، إنه سائل متناهي الصغر لا تراه أعيننا. حركة نابضة بالحياة، خفية في لحظة من الزمن. ببساطة ثمة أحداث أسرع من أن تراها العين المجردة. وعند ضغط الوقت نرى الحياة تدب في مشهد ساكن. جيش المفترس من النمل الناري يلتهم جندبا عاجزا. عملية باهرة تدوم اليوم بطوله، لكنها أبطأ من أن تراها أعيننا. وراء طيف الضوء الخفي تكمن المشاهد الغريبة غير العادية، صور تنشأ عن أشكال من الطاقة تتملص من العين المجردة. اليوم وللمرة الأولى سنستخدم الكاميرات وآلات أخرى قادرة على الإبصار لتوسيع رؤيتنا المحدودة للعالم وتغيير صورة العالم في أذهاننا إلى الأبد. انضموا إلينا الآن في رحلة مرئية إلى ما وراء حدود العين المجردة، في رحلة إلى ما لا تدركه الأبصار. نحن مخلوقات بصرية، أي أننا نعتمد على أعيننا كصلتنا الأساسية مع العالم، ونستطيع من لمحة تقدير الحجم وقياس العمق وتسجيل الحركة وتحويل أنظارنا وتركيزنا والتعرف فورا على ألوان مختلفة لا تحصى. أعيننا هي أكثر الأعين تطورا بين جميع الكائنات الحية، لكن رغم قوتها المذهلة وإبصارها متعدد الجوانب، ثمة مناظر حولنا لا حصر لها لكننا لا نراها. إذا توسعت رؤيتنا لتتجاوز حدودها الطبيعية، يتكشف فجأة عالم جديد من الخبرات. عبر عيون الكاميرات المتخصصة يولد بعد جديد للرؤية. حركات خاطفة خفية في الزمن وتفاصيل يحجبها البعد والحجم. تتجلى لنا صور نابضة بالحياة ما كانت أعيننا وحدها لتميزها. هيا أسرع! هيا أسرع! لا بد أن تهب الكاميرا لمساندة حاسة الإبصار المتقطعة لدينا. فيما شهدته آلاف الأعين مباشرة، كان علينا الاعتماد على الكاميرا لنراه فعليا.
الكاميرات وآلات التصوير الأخرى المجهزة بتقنيات لكشف العالم بطرق تعجز أعيننا عن سبرها توسع قدرتنا على الإبصار، سابرة ما كان يوما ما عوالم بعيدة نعجز عن تخيلها مختبئة في كل ركن حولنا. نشعر بالسعادة في استكشاف العالم الذي نراه، لكن حتى عن قرب بالكاد تستطيع أعيننا رؤية أجسام قطرها 1/600 من السنتيمتر تقريبا، جزء بحجم حبة الرمل الصغيرة. ما يبدو متناهي الصغر في المقياس البشري ما هو إلا عتبة إلى الكون المصغر الذي لا تراه أعيننا. في قطرة ماء صغيرة تعيش مخلوقات أصغر من أن نراها. أشبه بسفينة فضاء من عالم غريب، مخلوقات دقيقة تسمى البلانكتون تتحرك بصمت في عالمها الذي يبدو بلا حدود. بعد اختراع المجهر قبل حوالي 400 سنة، أثار اكتشاف البلانكتون وكائنات مجهرية أخرى عجبا لم يسبق له مثيل. عند رؤية هذه الكائنات الحية للمرة الأولى كان من الصعب استيعاب حقيقة صغرها المتناهي، وأن قطرة ماء واحدة قد تحتوي عالما مصغرا. أصبحت المجاهر الحديثة المزودة بالكاميرات وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في العلم الحديث. بإمكانها التقاط أول ما يراه الإنسان في العالم المجهري. البكتيريا اكتشفت في عام 1674 ولم يستوعب أحد حجمها الصغير وأعدادها الوافرة. وشريحة من ورقة شجر كشفت بناء معقدا من الخلايا الدقيقة الحية لم يتصور أحد وجودها. الدم الذي عرف أنه يتألف من ملايين الكريات الدموية، ومشهد خلية تنشطر بدا معجزة في الطبيعة. اكتشاف مذهل آخر سيساعد على وضع أساس علم الأحياء الحديث والطب. بوجود ميكروسكوب يصفي اتجاه الضوء الساقط يتاح لنا استكشاف تركيبة العالم المادي. عندما يتحول السائل إلى مادة صلبة، كما عندما يتحول الماء إلى ثلج، تنتظم البلورات الصغيرة التي تشكل بنيتها متخذة شكلا. وعند تسجيل هذا بالسرعة الفعلية نستطيع أن نشهد العملية المعروفة بالبلورة. المجهر الإلكتروني الماسح الذي يبصر بشعاع إلكتروني بدلا من الضوء اخترق مستويات من التفاصيل الدقيقة والصغر المتناهي لم تبلغ من قبل. بالنسبة إلى الباحث والمصور ديفيد شارف، هذا المجهر وسيلة لاستكشاف عالم جديد من الفضاء الداخلي.
قد يبدو أننا نغادر سطح كوكب بعيد، إلا أن رحلتنا تبدو أضيق من هذا. التضاريس التي تركناها وراءنا هي سطح صخرة من القمر بحجم حبة رمل. التركيب الهش لزهرة الأليسوم لا تكاد تراه العين. في حجيرة فارغة في المجهر سيتم توجيه شعاع مركز من الإلكترونات على سطح الزهرة لتشكيل صورة مكبرة. حسنا. عبر عين المجهر المستقصية تكشف الزهرة الصغيرة عن بناء دقيق بالغ التعقيد، وعند تكبيرها أكثر من 20,000 مرة يمكننا رؤية حبوب اللقاح على حدة. إذا اقتربنا أكثر إلى الأماكن الحميمة التي نعرفها قد نشعر بأننا غرباء في عالمنا المألوف. هذه التعرجات غير المصقولة الحواف على سطح خشن هي منظر مكبر للخطوط الرفيعة على اسطوانة تسجيل عادية، وهذه التضاريس القاحلة الوعرة ليست بعيدة كما تبدو. هذا هو السطح المسامي لرأس قلم حبر جاف. شبكة متداخلة من الألياف المتعرجة عند تكبيرها 4000 مرة، بالكاد تشبه ما نراه عادة ورقة كتابة ناعمة. في الأرائك والأسرة حتى في أنظف البيوت تعيش حشرات العث المجهرية حياتها بهدوء، تعيش كديناصورات مصغرة من العالم القديم، نادرا ما تنمو أجسامها لدرجة رؤيتها بالعين المجردة. يتغذى عث الغبار الذي يعتمد في بقائه علينا على الجلد الميت الذي تطرحه أجسامنا باستمرار. ما يبدو للوهلة الأولى جهازا غير متقن من العصور الوسطى هو في الحقيقة آلة دقيقة نعتمد عليها جميعا، لكن سطحها المنحوت بخشونة لا يبين أن هذا الجسم الغريب ليس إلا الحركة المركبة لساعة يد عادية. جلدنا نفسه يخفي عالما مصغرا تفوق رؤيته قدرة أعيننا. عند رؤيته مكبرا تظهر أرض غريبة. كتل من الشعر تنمو كجذوع الشجر على تضاريس تعيل بيئتها المعقدة كائنات حية متنوعة. على كل شعرة تقريبا قد نجد فطريات صغيرة، نجدها في أشكال عديدة قد تصل أعدادها على شعرنا أو جلودنا عشرات الآلاف. رافقنا الفطر طوال رحلتنا وأسس لنفسه مسكنا دائما في جلدنا. في جذور رموش كل إنسان يعيش عث صغير اسمه الدويدة الجريبية. يبدو أنها لا تسبب لنا ضررا، لكن لم يكتشف أحد حتى الآن سبب وجودها هناك وما تفعله بالضبط. كما قد تقع البيئة المجهرية المتنوعة على أسطح أجسامنا فريسة لنزلاء غير مرغوبين. هذه هي بيديكيولاس هيومانوس كابيتاس أو قملة الرأس، وهي حشرة صغيرة مزعجة تعيش حياتها ملتصقة بإحكام بشعرة واحدة. ساركوبيتيس سكيبياي عث الجرب هو كائن مجهري يتخذ بيتا مريحا بالحفر مباشرة في الجلد.
المناطق الدافئة الرطبة في جلودنا زاخرة بالحياة. البكتيريا أبسط أشكال الحياة معنا باستمرار. تستطيع بكتيريا واحدة التكاثر إلى أكثر من 1,000,000 في حوالي 8 ساعات، ومهما اغتسلنا تبقى الملايين منها على جلودنا. كل شخص منا هو حارس حديقة كائنات ضخمة خفية، وفي الحقيقة تعيش على أجسامنا مخلوقات تعادل عدد سكان العالم. إن لم يحظى رفاقنا المتعددون بحبنا، فيكفينا عزاء أن نعرف أننا لا نعيش وحدنا لحظة. في معهد إنريكو فيرمي التابع لجامعة شيكاغو، تم عبور جبهة جديدة إلى العالم المجهري مؤخرا باستخدام مجهر إلكتروني قوي استغرق تطويره 14 عاما. استطاع دكتور ألبرت كرو تصوير ما لم يره أحد من قبل. هذه هي ذرات اليورانيوم. البقع الأحادية الصغيرة هي ذرات فردية يبلغ قطر كل منها بضعة أجزاء من البلايين من السنتيمتر. الكتل الأكبر عبارة عن عناقيد من عدة ذرات. تظهر هذه الذرات الملونة صناعيا لتعزيز الرؤية حركة غير متوقعة، وتبين أنه عند رؤية الأجسام الصلبة بمقياس ذري تكون في الواقع بحرا من الجزيئات المتحركة. مستوى تكبير الأفلام على شاشة التلفزيون المنزلي يبلغ حوالي 10 ملايين وربما 20 مليونا، وهذا يتوقف على حجم التلفاز. هذا يعادل نفخ كرة سلة لتبلغ حجم الأرض. القدرة على رؤية ذرات مفردة وعزلها على ذلك المستوى قد يكون له أهمية كبيرة. يصعب تحديد إلى ماذا سيقودنا هذا، لكن لدينا تقنية جديدة وطريقة جديدة للنظر إلى المواد في العالم، وفي كل مرة تظهر طرق جديدة لرؤية الأشياء نكتشف أمورا جديدة. نحن منفيون عن العوالم الأخرى بسبب الزمن والحجم. في عالم متحرك هناك تفاصيل لا نهائية أسرع من أن تراها العين المجردة. في سبعينيات القرن ال19 اخترع مصور عبقري يدعى إدوارد مايبريدج طريقة لتسجيل الحركة التي تحول سرعتها دون رؤيتها. كان رهان حول خطى جواد يركض هو ما جاء بمايبريدج إلى مزرعة رجل ثري من كاليفورنيا، وبواسطة 24 كاميرا يتم تشغيلها بواسطة خيط ممدود عبر المضمار التقطت جوانب من الحركة لم تشهد من قبل. كان راعي مايبريدج قد راهن على أن القوائم الأربعة للجواد العادي تكون مرتفعة عن الأرض في مرحلة ما، وأثبت التصوير الفوتوغرافي أنه محق. وعند عرض صوره بتتابع سريع ولدت أولى الصور المتحركة. أصبحت حركة الناس والحيوانات بالنسبة إلى مايبريدج ولعا ومادة للدراسة. لم يكن عمله الرائد مجرد فضول تقني، بل كان أول تحليل فوتوغرافي لديناميك الحركة البدنية. اليوم تستطيع الكاميرات الحديثة عالية السرعة تسجيل الحركة السريعة بوضوح لم يسع مايبريدج إلا الحلم به. أصبحت أفلام الحركة البطيئة الآن وسيلة شائعة في تحليل الأداء الرياضي.
بالنسبة إلى الدكتور جيديون أريال الخبير في التعليم البدني ورامي القرص السابق في الفريق الإسرائيلي الأولمبي، أفلام التصوير البطيء هي الخطوة الأولى في التدريب العلمي للرياضيين. لجأ الدكتور أريال إلى الكمبيوتر لمساعدته في تحليل الحركة. يعرض فيلم بالتصوير البطيء لرياضي مقطعا إلى أجزاء من الثانية على شاشة تسجيل. تنقل كل لمسة من قلم صوتي المواضع المتغيرة ديناميكيا لمفاصل وأطراف الرياضي إلى ذاكرة الكمبيوتر. حركة الإنسان محكومة بقوانين الحركة ذاتها التي تنطبق على العالم الفيزيائي كله، ومن خلال المعلومات المرئية التي يتضمنها الفيلم يستطيع الكمبيوتر أن يحسب بسرعة العلاقة المتداخلة بين القوة والتسارع والسرعة في حركة الرياضي. بدمج صور الكمبيوتر ومجموعة من البيانات الرقمية يمكن التحديد متى يعيق أسلوب الرياضي أداءه. اكتشفنا أن ما ظن المدربون في الماضي أنهم يرونه بأعينهم مستحيل، لكن مع الكمبيوترات نزود المدربين بمعلومات أكثر موضوعية وموثوقية عن كيفية تحرك الجسم. كشف تحليل الدكتور أريال المحوسب لحركة رامي القرص الأولمبي ماك ويلكنز أن الطاقة المفيدة التي كانت ستؤثر على رميته كانت تهدر على الاحتكاك بالأرض، كما كان يهدر قوة إضافية بعدم تثبيت ساقه الأمامية لحظة الرمي. وبناء على هذا عدل ويلكنز أسلوبه في الرمي. بعد عدة أشهر وفي مسابقة دولية رمى القرص مسافة تفوق ما حققه من قبل بفارق حوالي 4 أمتار، مسجلا بهذا رقما عالميا جديدا. في مختبر مذهل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يتم تحديد الوقت والحركة بدقة متناهية. بمساعدة ضوء صاعق نابض يستطيع الدكتور هارولد إيجرتون التقاط دفق من الحركات على شريحة فيلم واحدة. طور الدكتور إيجرتون مصباح الومض في عام 1931 حيث تعذرت رؤية كيفية دوران المحركات الكهربائية. صمم ضوءا يومض بسرعة وسطوع ليبدو أن الحركة تتوقف. سنجري تجربة لالتقاط صورة رصاصة عالية السرعة. بينما تشق ورقة اللعب هذه إلى قطعتين، ستكون ورقة اللعب مثبتة بهذا الشريط، وستنطلق الرصاصة من المسدس بسرعة 840 مترا في الثانية. إذا سددنا جيدا ستخترق الرصاصة الورقة، وسنوجه ضوء ومض خاص يدوم أقل من ثانية لإظهار الصورة بفعالية على الفيلم، لتعطينا صورة فوتوغرافية واضحة جدا. سينبه صوت الرصاصة مصباح الومض، وهذا سيظهر الصورة على الفيلم. تكون الطلقة الأولى لاختبار دقة التسديد. سأبدأ الآن. والآن سنشاهد الحدث كما يكشفه مصباح الومض. أقل من جزء من مليون من الثانية تتجمد إلى الأبد في الزمن. مثال آخر على قدرة مصباح الومض تتجلى فيما يسميه إيجرتون أعداد صلصة التفاح.
لعل أكثر تقنيات الدكتور إيجرتون تأثيرا هي جمع مصباح الومض القوي بكاميرا الصور المتحركة عالية السرعة. الآن جاهز. 3 2 1 2. تمديد الأحداث آلاف المرات يكشف تفاصيل خفية ما كان يمكن رؤيتها ودراستها بطريقة أخرى. أصبح ممكنا الآن إبطاء انفجار مفرقعة نارية 1200 مرة. إن تفحصنا سقوط قطرة حليب بسرعة أبطأ من المعتاد 200 مرة، تصبح صورة سحرية للحركة الهيدروديناميكية. تستطيع الكاميرات المتخصصة التي لا يحكمها شعورنا بالزمن تسجيل أحداث أبطأ من أن نراها. بالنسبة إلى مصور الطبيعة السينمائي كين ميدلهام، توفر تقنية التصوير المجهري المتباطئ نافذة مذهلة على عالم كان سيبقى خفيا لولاها. بالتقاط صور فردية بفترات بينية أطول من العادية، يدمج الزمن والأحداث في نطاق جديد مذهل. الأسبوعان اللذان تحتاجهما برتقالة لتفسد يضغطان زمنيا إلى بضع ثوان. موز ينضج أمام أعيننا. عالم الطبيعة حولنا حي بطرق نعجز عن رؤيتها، وهو في عملية تحول دائم. على مدى أيام تلتهم الديدان الصغيرة ورقة شجر، وتفاحة توفر غذاء أسبوع كامل لعشرات الدويدات الجائعة. خلال 4 أيام فقط تلتهم مجموعة من اليرقات فأر حقول ميت. من عملية التحلل التي لا تتوقف تنمو حياة جديدة بوفرة وغزارة. حتى مرور السنوات ليس حاجزا أمام كاميرا التصوير المجهري المتباطئ. في أقل من نصف دقيقة ينمو الولد من 4 سنوات إلى 20 سنة، ثم يعود ثانية إلى الطفولة. ترى أعيننا العالم
بواسطة الضوء فقط. لكن الضوء المرئي ليس إلا شريحة طاقة محدودة محتواة في طيف لا نهائي من الموجات الكهرومغناطيسية التي تتذبذب باستمرار حولنا. عندما يحلل العلماء الضوء ويفككونه إلى أطوال الموجات التي يتألم منها، تظهر ألوان قوس قزح المألوفة من الأحمر إلى البنفسجي. الألوان هي شفرة الدماغ لأطول موجات الضوء التي يمكننا رؤيتها، وما وراء هذا النطاق من الطاقة نفقد القدرة على الإبصار. يخفي العالم حولنا العديد من المشاهد عن أعيننا الحساسة للضوء. بتزويد كاميرا بفلتر حساس يمكننا رؤية العالم بالأشعة فوق البنفسجية، أطوال موجات الطاقة غير المرئية ما وراء اللون. في ثلاثينيات القرن العشرين اكتشف العلماء أن لنحلة العسل حساسية مرئية تفوق حساسيتنا المرئية. في بحثها اليومي عن الرحيق تشعر النحلة بما يحيط بها بالأشعة فوق البنفسجية. بعض الأزهار التي نراها ملونة تراها النحلة بصورة مختلفة جدا، وعند رؤيتها في الأشعة فوق البنفسجية تظهر ألوان وتصاميم أخرى. وقد اكتشف على أزهار عديدة علامات فوق بنفسجية لا تبصرها أعيننا تعمل على إرشاد النحلة إلى الرحيق والطلع. تتدفق الأشعة فوق البنفسجية غير المرئية بوفرة من الشمس، لكن هذا هو الضوء غير المرئي الوحيد الذي علينا الاعتماد على الكاميرات لكشفه. نرى ضوء عود الثقاب المشتعل، لكن رؤية حرارته تفوتنا. إذا استطاعت أعيننا رؤية ذلك الجزء من الطيف الذي يتحول فيه الضوء الأحمر لأشعة تحت حمراء أو حرارة، فستتخذ نظرتنا إلى العالم نطاقا جديدا أوسع. تقنية تدعى تصوير شليرن تتيح لنا رؤية الطاقة الحرارية التي تتدفق حولنا باستمرار. إنها أداة جديدة قيمة في الطب، حيث تستطيع كاميرات الأشعة تحت الحمراء عالية الحساسية التقاط التفاوتات الطفيفة في درجة حرارة الجلد، والتي تعطي تحذيرات مبكرة عن الأورام السرطانية. يمثل كل لون فارق نصف درجة في درجة الحرارة، فالمناطق الحمراء هي أدفأ المناطق والزرقاء أبردها. بالنسبة إلى عين الطبيب المتمرسة، يوفر التفاوت في درجات الحرارة ثروة من المعلومات التشخيصية التي كانت خفية عنه في الماضي. عند تصوير جسم ما بضوء مرئي تسجل الكاميرا تفاصيل السطح الخارجي فقط، لكن باستخدام شكل آخر من الطاقة لا تراه العين يمكننا اختراق المادة الصلبة وإظهار صورة على فيلم.
اعتبرت أشعة إكس لفترة وجيزة إبان اكتشافها في عام 1895 تهديدا لحياء النساء، لكن المخاوف تلاشت عند رؤية صورتها، وسخرت أشعة إكس فورا كأداة قيمة في الطب. واليوم توسع قوة أشعة إكس معرفتنا بالماضي. عند تعريض المومياءات المصرية الهشة لتحليل أشعة إكس الحديثة، يكتسب العلماء معرفة جديدة عن ثقافتهم وحياتهم. ما أخفاه الزمن والتحنيط قد تكشفه أشعة إكس. تبين أشعة إكس يويا، وهو مستشار ملكي عانى مرضا واضحا في الأسنان. كما تبين أن زوجته ثويا كانت تعاني التهاب المفاصل وانحناء في العمود الفقري. أما الرضيع بديامون فلم يدفن بطريقة ملكية لائقة، حيث قطعت ذراعاه وكسرت ساقاه ليتسع له تابوت صغير. ومومياء أخرى مجهولة الهوية لقيت مصيرا بشعا. الساقان سليمتان، لكن منطقة الجذع مفقودة على نحو غامض. الفرعون أمنحتب الأول. تكشف أشعة إكس الموجهة مباشرة إلى تابوته المحفوظ على نحو جميل أن جثته أتلفت على أيدي لصوص المقابر القدماء، وأصلحها الكهنة بعد 5 قرون. لعل أشهر الفراعنة المعروفين لدينا هو الملك الشاب توت عنخ آمون. تبين الأشعة أن قناعه الذهبي صنع من عدة أجزاء، وكانت اللحية آخر ما أضيف إليه بتثبيتها في الذقن بوتد مدبب. خضعت جثة الملك توت لتحليل دقيق على أمل إيجاد دليل يبين سبب وفاة الفرعون الشاب، لكن أشعة إكس تظهر أنه شاب بصحة جيدة، وما لم يكن هناك دليل ينتظر من يكتشفه، فقد يبقى موت الملك توت المبكر لغزا إلى الأبد. والصوت كالضوء أو الحرارة أو أشعة إكس يشع حولنا في شكل موجات متذبذبة. هذه الصورة ليد بشرية التقطت بأشعة صوتية عالية التردد. باستخدام هذه التقنية يستطيع الأطباء الآن رؤية الأنسجة الداخلية الرقيقة التي لم ترى سابقا. تحدث الكاميرات الحساسة للصوت اليوم ثورة في رعاية ما قبل الولادة. ستلقي الكاميرا نظرة سريعة. يمكن رؤية الجنين ومراقبته أثناء نموه في الرحم. يظهر هنا في الصورة ورأسه في أعلى اليمين. يقوس الجنين ظهره ويتمطى. وهذه حزوقة، ثم يحرك ذراعه ويدير رأسه قليلا. استدار الطفل الآن وكأنه ينظر إلينا ليرى ماذا نفعل. يمكنني التقاط صورة الجنين لك. أستطيع إيقاف الصورة والتقاطها. اليوم تلتقط أول صورة للطفل بالصوت قبل ولادته. إنها جيدة. هذا رأس الطفل ويبدو سليما تماما ويتحرك كثيرا. قلبه ينبض بشكل جيد. كمية السوائل السلية طبيعية جدا. من يشبه؟ أنت أم براد؟ أظنه يشبهني. اكتشفت وسيلة تصوير صاعقة في بداية القرن تبين حقول الطاقة التي تنبعث من أجسامنا، وهي تعرف بتصوير كيرليان أو التصوير الكهربائي. تقريبا كل ما يصور بهذه التقنية يظهر محاطا بهالة نشطة. تخضع هذه التقنية التي تعتبر جدلية ومفهومة جزئيا فقط
لدراسات مستفيضة كوسيلة تشخيص محتملة. لالتقاط صورة بتقنية كيرليان يوضع إصبع فوق صفيحة لفيلم مخفي، ثم يتلقى دفقا كهربائيا من الصفيحة المعدنية أسفله، وعند تظهير الفيلم تظهر هالة كيرليان. أجرت الدكتورة ثيلما موس بحثا عن تصوير كيرليان في جامعة كاليفورنيا. يتساءل الناس دائما عن حقيقة تصوير كيرليان، والجواب هو أن لا أحد يعرف بالتأكيد، لكن لدينا بعض الأفكار التي تحيرنا، لأنها ليست الأفكار التقليدية التي نعرفها عما يحيط بجسم الإنسان. نحن نعتقد أننا لسنا محاطين بالهواء فقط، بل إننا نبعث شيئا من أجسامنا، ربما طاقة أو طاقة بيولوجية، وهو مؤشر مهم لما يحدث داخل الجسم. تتنوع كثافة صور كيرليان هذه التي تم التقاطها على مدى عدة ساعات، بينما يأخذ دواء الكآبة مفعوله، ويبدو أن دواء محفزا خفيفا يسبب نمطا منشطا. وتسجل هذه الصور المأخوذة بتقنية كيرليان تسلسل الدورة الشهرية عند المرأة. وهذه صور يدي لاعب يوغا قبل وبعد بلوغ حالة التركيز العميق. ورغم أن تقنية كيرليان مثيرة للمشاعر، إلا أن معناها وقيمتها ما زالا مجهولين، ولعله يثبت بمزيد من الأبحاث أن هذه جبهة جديدة في معرفتنا. في مختبر فيرمي الوطني قرب شيكاغو نقترب أكثر فأكثر إلى الحدود القصوى باستخدام معدات ضخمة وغريبة. يعمل العلماء لتحقيق رؤية وفهم أفضل لأصغر جسيمات تتكون منها المادة. قبل 25 سنة فقط كانت الذرات المكونة من البروتونات والنيوترونات والإلكترونات تعتبر أصغر جزء في المادة، واليوم يبدو أن الذرة تتكون من أجسام أصغر تسمى الكواركات. فيرميلاب هو أكبر وأقوى ميكروسكوب في العالم. إنه مجموعة مذهلة من الآليات مصممة لتحطيم الذرة إلى أجزاء ورؤية ما في داخلها. تحت الأرض تقود حلقة من المغناطيسات القوية تبلغ 6 أمتار شعاعا قويا من الجسيمات يتم تسريعها بقوة كبيرة، وعند العثور على هدفها تعمل كمطرقة قوية لتفتيت الذرة. تبدأ التجربة بمولد عملاق ومقدار طاقة هائلة. يتم تسريع شعاع الجسيمات خلال ثوان ليبلغ سرعة الضوء تقريبا، وتوجيهه لضرب نوى الذرات. سيتم تصوير الاصطدام بعدة كاميرات حساسة. عند عرض الصور الناتجة لتحليلها تظهر الآثار المتناثرة التي تركتها مئات الجسيمات دون الذرية المتحررة. لكل نوع من الجسيمات علاماتها المميزة من الخطوط المنحنية أو اللولبية. وبتسجيل هذه الآثار ودراستها بدقة نعرف المزيد عن أصغر وحدات المادة وأكثرها غموضا، الوحدات التي ما زالت غير مرئية لنا والمسمى الكواركات. لكن الكواركات قد تكون بدورها مكونة من أجسام أصغر. ما زلنا لا نعرف متى سيتوقف عالم الصغر المتناهي أو إن كان سيتوقف. في أعالي صحراء سنوران قرب توسان في أريزونا يركز مرصد كيت بيك القومي رؤيتنا على عالم الأجسام الضخمة، أكبر مجموعة من الآليات الفلكية في العالم.
يضم مرصد كيت بيك قبة تلسكوب مايول القوي التي تتألف من 19 طابقا، وهو كجميع التلسكوبات الحديثة عبارة عن كاميرا ضخمة لتصوير السماء. المجرات حتى 60 عاما مضت كان وجودها مجرد نظرية، لكن مع بناء تلسكوبات أكبر وأكبر شوهد الآلاف منها وتم تصويره. واليوم يقدر علماء الفلك أن الكون يحتوي على 100 مليار مجرة على الأقل، تضم كل منها 100 مليار نجم. أصبحت التلسكوبات القوية مثل مايول ترى السماء بصورة أوضح من أي وقت مضى. تستطيع مرآته الجامعة للضوء اكتشاف الأجسام التي تعتبر باهتة 600 مليون مرة أكثر من تلك التي تراها العين المجردة. نادرا ما ينظر علماء الفلك اليوم عبر التلسكوب مباشرة. تسجل مجموعة من الكمبيوترات وأجهزة تعزيز الرؤية أجساما لا تستطيع العين وحدها رؤيتها، ويظهر التلوين الصناعي تفاصيل دقيقة ما كانت لتلاحظ من دونه. على شاشة الكمبيوتر الملحق بالتلسكوب تظهر أول صورة في العالم لسطح نجم غير شمسنا. يقع هذا النجم المعروف باسم منكب الجوزاء على بعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، ويعتقد أن التباين اللوني على سطحه هو مناطق ضخمة متباينة الحرارة والبرودة. كان تحليل هذه الصورة عبر التلسكوب بمثابة تصوير حبة رمل من بعد عدة كيلومترات. بالاستكشاف أعمق من أي وقت مضى في ضخامة السماء، توسع عين التلسكوب القوي آفاقنا نحو حدود الزمان والمكان. من هذا الاستكشاف تثير المشاهد الجديدة المدهشة أسئلة كثيرة محيرة مثل: ما هي النجوم؟ كيف تتشكل المجرات؟ وهل للكون نهاية؟ في حرم سولت ليك في جامعة يوتا اقتحم عالم كان ذات يوم بعيدا كبعد ظلمة الفضاء الخارجي. كان كريغ كفيفا تماما طوال 15 سنة، لكن في تجربة جريئة زرع الأطباء جراحيا في القشرة البصرية لدماغه 46 إلكترود متناهية الصغر. هذه الهندسة الطبية العبقرية تتيح لكريغ الاتصال بالعالم الخارجي. مرورا بعينيه وأعصابه البصرية الميتة، يستطيع الأطباء إرسال صور على شكل إشارات كهربائية مباشرة إلى المراكز البصرية في دماغه. حسنا كريغ، هذا جيد، يمكنك رفع رأسك الآن. بالنسبة لكريغ فهذا اتصال جديد غريب مع حاسة البصر التي فقدها منذ زمن طويل. عندما تم توصيل كريغ بكاميرا تلفزيونية قال إنه رأى خطوطا أفقية وعمودية. في هذه التجربة سيولد كمبيوتر مخططات من النقاط تمثل أحرف برايل الهجائية، وهي الرموز ذاتها المستخدمة في طريقة برايل للقراءة باللمس. ستظهر الصور التي يراها كريغ كشيء شبيه بهذا. هيا، الكلمة الأولى. أنا. الكلمة الثانية. كاف، ألف، نون، كاف، ألف. التالية. قاف، طاء، تاء، قطة، لام، دا، يا. لدي قطة. الكلمة التالية. يجد كريغ صعوبة في رؤية الأحرف التي تكون جملة، لكن العلماء يعملون لتحقيق أهداف أكبر. لدي قطة وكرة.
يتوقع الباحثون الآن يوما يستطيع في نظام مصغر يتضمن كاميرات للعينين وإلكترونيات في النظارة وإلكترودات في الدماغ توفير رؤية صناعية للمكفوفين. في الوقت الذي تطرف فيه العين تستطيع الكاميرا أن تنقل لنا عجائب عالم جديد. تكشف عدسات الكاميرا ما كان يوما عالما لا تدركه الأبصار، بدءا من الفضاء الخارجي البعيد إلى أعماق الطبيعة، محولة مسار معرفتنا وفهمنا بطرق لا نتخيلها. في السنوات القادمة ستمتد رؤيتنا للعالم إلى حدود جديدة، أما اليوم فما هذه إلا البداية في استكشاف العوالم التي لا تدركها الأبصار حولنا.